السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله منيو لأكلات الأسبوع، وهنعرض مع بعض 7 أكلات حلو وحادق، وإن شاء الله تستفيدي منها وتجربيها وتاخدي كده منها أفكار. والأكلات كلها اللي هنعرضها عملنا طريقتها بالتفصيل في القناة لو حابين تشوفوها. ما تنسيش بقى لايك للفيديو وفعلي الجرس عشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد بقدمه. وأول أكلة معانا في الأسبوع عملت محشي مشكل، محشي كرنب وفلفل وكوسة. عملتهم كده من غير لحوم، من غير لحمة ولا فراخ، وطلعوا ما شاء الله تحفة جدا. بس سويت المحشي كده بشوربة فراخ دايما بشيلها في الفريزر وبستخدمها بقى في الحاجات دي. والمحشي زي ما شايفين كده مستوي وبجد تحفة جدا. الحلو اللي عملناه اليوم ده عملنا بسكوت بجوز الهند، تحفة جدا، طريقته سهلة قوي وتشكيله كمان بسيط، وفي اقل وقت كده هتجهزيه. ينفعك كمان للفطار او العشاء او حلو كده بين الوجبات، تحفة جدا. ونيجي بقى على اليوم التاني، كانت من اسهل الاكلات اللي عملتها في الاسبوع وكمان الحلو. عملت مكرونة بالصلصة او المكرونة الجارية ومعاها بيض مسلوق، وكمان عملت الحلو رز بلبن، وبجد مش هياخدوا معاكي نص ساعة في تحضيرهم، الحلو والحادق تحفة ما شاء الله. وندخل بقى على اليوم التالت، وعملت صينية بطاطس بالفراخ، عملت جنبها رز بالشعرية، وعملت كمان شوربة خضار. وده كده كان الاكل معانا، وكمان سهل وبسيط مش هيوقفك كتير في المطبخ، وكمان جميل جدا ما شاء الله. عملت كمان الحلو اليوم ده كنافة بالمكسرات، وكانت برضو سهلة جدا وطعمها حلو قوي. ونيجي بقى لليوم اللي بعده، عملت كشري مصري بطريقة بجد تحفة جدا، سهل كمان وبسيط، برضو في اقل وقت كده هتكوني حضرتيه، هيطلع معاكي بجد تحفة جدا بالطريقة دي، احسن بكتير من اللي بتشتريه جاهز من بره، وكمان اوفر. وكل اللي هيدوقه مش هيصدق انك عاملاه في البيت بتكات كده بسيطة، هتخلي طعمه احسن بكتير من اللي بتجيبيه من المطاعم. وقدمته بالشكل ده، قدمت كمان معاه الدقة، عملناها كده على البارد وبجد طلعت تحفة جدا. وده كده كان الاكل معانا. عملنا بقى الحلو اليوم ده سلطة فواكه او فروت سلطات، من اسهل الحاجات الحلوة اللي ممكن تعمليها، كمان قيمة غذائية عالية جدا، وبكمية بسيطة من الفاكهة بتعملك كمية محترمة قوي من سلطة الفواكه. زي ما شايفين كده بجد تحفة جدا وطريقتها سهلة قوي. وندخل بقى على اليوم اللي بعده، عملنا مع بعض الغدا، عملت بطاطس محمرة حطيت عليها كده كاتشب، وعملت كمان مكرونة بالصدق، وبكمية بسيطة جدا من الصدق عملنا الغدا، وكانت الأكلة ما شاء الله تحفة جدا. قدمت كمان معاها مخلل، وكانت أكلة بسيطة وبرضو حلوة جدا. عملت الحلوة اليوم ده كيكة شوكولاتة بكوباية ونص من الدقيق، هتعملي كيكة هتنفعك كتير قوي للفطار او كمان العشاء او الحلو طبعا، هشة وقطنية زي ما شايفين كده من جوه. واستخدمت كمان في الكيكة دي بيضتين بس، وطلعت ما شاء الله تحفة جدا. ونيجي بقى على سادس يوم في الاسبوع، بنحب طبعا ندخل الاسماك يوم في الاسبوع، وعملت السمك البلطي، عملته مشوي في البيت زي ما شايفين كده بطريقة سهلة جدا ومن غير دخان، وطلع بجد تحفة جدا في البيت، مش هياخد معاكي وقت طبعا، اوفر بكتير من انك تشويه بره، وكمان بيطلع احلى بكتير. قدمت معاه كده رز اصفر وكمان سلطة، وعملت كمان جنبه مسقعة او سلطة بتنجان. وعملت الحلوة اليوم ده الكنافة الكورنيه، زي ما شايفين كده طريقتها بجد سهلة جدا وبسيطة. عملت كمان معاها الكنافة الاساور، شكلها حلو قوي في التقديم وكمان طعمها بيطلع تحفة، من احلى الحاجات الحلوة اللي ممكن تعمليها، شكلها كمان بيطلع تحفة جدا. واخر يوم بقى معانا في الاسبوع وهو سابع يوم، بنعمل كده اكلة من اكلات المطاعم اللي بنحب طبعا نشتريها من بره، كمان سهلة قوي بسيطة. وعملنا مع بعض البيتزا بجد بطريقة سهلة جدا، والعجينة هشة جدا وقطنية، والمقادير بجد مظبوطة جدا مش بغيرها، وبتطلع ما شاء الله تحفة قوي، وهتعجب قوي كل اللي هيدوقها. جربيها بجد بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبك قوي، سهلة كمان وبسيطة مش مكلفة خالص. وبأي حاجة عندك ممكن تعمليها، يعني ممكن تجمعي كده أي بواقي عندك وتعملي بيها البيتزا دي، وما شاء الله تحفة جدا، هتعجب قوي كل اللي هيجربها. والحلو اليوم ده بقى عملت رز بلبن، بس قدمته كده بشكل مختلف، حطيت عليه موز وكراميل، وطلع تحفة جدا كريمي من جوه،
وطعم الموز والكراميل عطاله طعم بجد تحفة قوي. وبكده بنكون قدمنا 7 اكلات للاسبوع، قدمنا كمان الحلو معاها. افكار كده سهلة وبسيطة، وان شاء الله تاخدوا منها فكرة وتنفذوها ان شاء الله. اتمنى تكون الافكار عجبتكم، ما تنسوش لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد. واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله، ووصفات جديدة. واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم.